ايوه احنا هنلعب بابجي على موبايل اقتصادي جدا تحت الاقتصادي كمان بمعنى الكلمه. النهارده بقى يا معلم ريفيو لموبايل جديد من شاومي هو الريدمي A1 بلس. الموبايل ده قوي جدا في الفئه الاقتصاديه في عدم وجود منافسين. سعره 3000 جنيه للنسخه اللي معايا ال 2 جيجا رام مع 32 جيجا ذاكره داخليه، واللون اللايت جرين اللون الجامد جدا اللي هو اصلا شكله جلد ده. وهنتكلم عنه بالتفصيل في الريفيو الكامله دلوقتي بعد تجربه الموبايل ده واختبار كل حاجه عليه. وقبل ما تحكم على ادائه شوف الريفيو الكامله لان مغطي كل حاجه سواء كمميزات تميزه او عيوب فعلا موجوده فيه، وفي الاخر ينفع لمين ويناسب مين. فاعمل لايك للفيديو حالا ويلا بينا. اول حاجه هتلفت نظرك لما تمسك الموبايل ده وهي الديزاين او التصميم بتاعه. التصميم هنا شيك جدا بمعنى الكلمه، بالذات اللون اللايت جرين اللي معايا ده. هتلاحظ ان شكله عامل زي الجلد من ورا كده، ملمس جلد حتى، واحساس النقشه بتاعته لوجو ريدمي طبعا. وهتلاقي طبعا فريم الكاميرات بشكل شيك جدا وكمان بروزه قليل قوي. ونيجي للبصمه اللي محطوطه في مكان كويس مش وحش خالص، وكمان وجود بصمه من احد مميزات الموبايل ده لانها بصمه في موبايل ب 3000 جنيه، وهنيجي للنقطه دي قدام، ولكن ده شيء يحسب للموبايل. بعد كده هتلاقي فوق طبعا اللي هو مخرج الصوت، وهتلاقي تحت مدخل الشحن ومدخل ال 3.5 مللي. فالتصميم الصراحه ما فيش اي عيب فيه. وهتلاقي درج الشرايح على الشمال، والزراير هتلاقيها على اليمين كالعاده، ولكن في حاجه مختلفه فيها وهي ان هي كليكي شويه. هتحس ان هي بريميوم اكتر من الفئه السعريه دي. فايا كان التصميم معلوش اي غبار من احد نقاط القوه في الموبايل، مع الفريم طبعا اللي تحسه مشطوف من كل النواحي كده، ومدي كده ديزاين شيك. والموبايل وزنه 192 جرام فمتناسب مع مسكه الايد، ما فيهوش اي مشكله. نيجي بقى لاحد عوامل القوه في الموبايل ده وهو البطاريه. البطاريه هنا 5000 ملي امبير وبتقعد معاك اليوم لاخره وبتطول في التجربه. احنا هنلعب بابجي بعد شويه زي ما شفت في الانترو، وكل حاجه هنعملها على الموبايل ده ونجربها مع بعضينا. فلا البطاريه ادائها كويس جدا على الاستخدام الطويل، وبتكمل معاك اليوم لاخره وانت مستريح، لان الموبايل مهما عملت انت مش بتستهلك كم الطاقه اللي يخلص البطاريه في وقت في نص اليوم مثلا. فغالبا هتشحنها بالليل وانت داخل تنام او انت يعتبر في البيت. ولكن في حاجه بالنسبه لسرعه الشحن بتاعت الموبايل ده، وهو انه بيجي بشاحن بقدره 10 واط بس، ولكن منطقي في الفئه السعريه دي، ومع مدخل كمان مايكرو يو اس بي مش تايب سي. فكل ده منطقي في الفئه السعريه دي لان احنا بنتكلم عن اقصى فئه اقتصاديه متاحه حاليا في السوق، وكمان ملوش منافس يعتبر الموبايل ده. ويمكن الموبايل ده اكتر حاجه عجباني فيه وليها فيديو مخصوص قريب ان شاء الله خلال الايام الجايه هي الواجهه بتاعته. الموبايل ده بيجي باندرويد الجو اديشن ومع واجهه المي يو اي 12 المخففه من شاومي. وشاومي هنا عملت اللعبه صح او عملت الصفقه صح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي ما خلتش الموبايل يبقى الستايل بتاعه من جوه، شكل مركز التحكم، شكل القوائم بشكل عام، حتى السيتنج بتاع الموبايل وشكل السمات نفسها وكل حاجه على الموبايل ما خلتهاش بطابع شاومي المعتاد. خففت الموضوع عشان الموبايل يديك اللي انت عاوزه للفئه السعريه دي، واللي هنتكلم عنه في اخر الفيديو الموبايل ده موجه لمين. فالصراحه حاجه جامده جدا، وزي ما انت شفت استنى فيديو الواجهه دي لان هي فيها كميه فيتشر وحاجات غريبه واقل من الطبيعي ولكنها مميزه. وطبعا زي ما قلنا الموبايل ده بيجي ببصمه، والبصمه ادائها لو بصيت كده هتلاقيه مش بطيء ومش سريع، عادي منطقي في الفئه السعريه. اما بالنسبه للشاشه فالموبايل ده بيجي بشاشه بحجم 6.52 بوصه بجوده اتش دي بلس. والصراحه تجربه مشاهده المحتوى عليه او الالعاب بشكل عام حتى، بس بالذات مشاهده المحتوى كويسه جدا. مع التجربه الصوتيه مش ستيريو، ولكن الصوت انا هسمعه لك دلوقتي، الصوت فعلا عالي. انا مستغرب ان التجربه الصوتيه في الموبايل ده عامله كده. سناب دراجون 8 بلس جين 1 المعالج اللي بيقدم ارقام خزعبليه حرفيا، وهو يعتبر من اقوى المنافسين للاي. وزي ما انت سمعت اكيد جوده الصوت مش هنافسها مع موبايل زي الشاومي 12 تي برو مثلا الجامد جدا من شاومي، اللي هو اصلا بيجي بتجربه صوتيه مطوره من هارمن كاردن وشغل عالي قوي. ولكن التجربه الصوتيه بالنسبه للموبايل والفئه السعريه كويسه جدا، بالعكس صوت الموبايل عالي مع تجربه مشاهده المحتوى، فتلاقي التجربه كامله كويسه. طيب اتكلمنا كتير عن الحاجات اللي فعلا ممكن تحس ان هي مبهره في الموبايل ده او تميزه. تعالى بقى نتكلم عن المعالج واللي هينتقده ناس كتير، ولكن تعالى نفكر بالعقل. المعالج هنا بيجي من ميديا تك والهيليو A22، معالج قديم اكيد ومعالج اداؤه مش اقوى حاجه طبعا، ولكن بص للفئه السعريه، بص كمان للتجربه الفعليه، وهي فكره الواجهه اللي انا بقول لك عليها المخففه من شاومي مع الاندرويد كمان الجو اديشن اللي هو اندرويد 12 جو اديشن يعني. ففي فرق كبير جدا في الاداء لو هتحط واجهه شاومي الاصليه على المعالج ده او الواجهه اللي محطوطه دلوقتي على المعالج ده. فالاداء كتوتال متناسق، وطبعا زي ما انت شايف دي تجربه بابجي واعداداتها برضو الاداء يعني انا شايفه مقبول جدا في الفئه السعريه دي. يعني لو عاوز تلعب حتى تعرف تلعب، مش اكيد مش احسن حاجه واكيد مش اقوى اداء، ولكن انت بتتكلم عن اقصى موبايل اقتصادي ممكن شركه تنزله في السوق دلوقتي. ما فيش حد بينزل فئه سعريه اقل من ده. وبالنسبه للكاميرات في الموبايل ده فتجربه اكيد بسيطه، اكيد مش منتظر نتائج خرافيه ولا حاجه.
اداء بيزك طبيعي مش اقل من المنافسين في فئته السعريه، ولكن هو عادي جدا. فطبعا الكاميرا الخلفيه 8 ميجا بكسل، وزي ما انت شايف نتائج الصور اللي قدامك عامله ازاي، مش اجمد حاجه، مش بيطير، ولكن عادي مقبوله جدا بالنسبه لفئته السعريه زي ما قلنا. وزي ما انت شايف الكاميرا او الصور بالكاميرا الاماميه والسيلفي برضو دي الصور واضحه قدامك. والريدمي اي 1 بلس بيدعم شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. نيجي بقى للمستشعرات في الموبايل ده، وتعالى نتكلم عن سنسور التقارب او بشكل عام اللي هو احساسك ايه في المكالمه، هل الموبايل الشاشه تقفل ولا لا. فانا ما اعرفش معلومه واضحه عن ان في سنسور ولا لا في الموبايل ده، ولكن كتجربه فعليه الموبايل شغال تمام ما بيهنكش. قدامك الفيديو وانا بعمل مكالمه، احط الموبايل على ودني الموبايل يقفل، اشيل الموبايل الموبايل ينور، احط الموبايل يقفل. فكده السنسور شغال سواء سوفت وير او سواء فعلا هاردوير موجود. فانا كده ساتيسفايد او يعني اللي هو مستريح كده، وبالي مستريح ان الموبايل ده مش هيقرفني، وشاومي على الاقل ظبطاه سواء بقى سوفت وير سواء هاردوير، المهم ان هو مظبوط. اما بقى بالنسبه لباقي المستشعرات اللي ممكن تكون بتهم فيها اكبر شويه من الناس، مش الفئه الاقتصاديه قوي، فما فيش معلومه واضحه عن وجودها من عدمه. ولكن بشكل عام موضوع المكالمات ده كان يهمني جدا، والحمد لله ان هو مظبوط في الموبايل ده. وبالنسبه للشبكه فما فيش معاها اي مشكله، بالعكس كانت كويسه طول فتره الاستخدام، سواء في مكان شغلي او في البيت هنا، او حتى وانا بتنقل جربته كذا مره في كذا مكان مختلف. الشبكه طبيعيه جدا فيه، ما فيهاش اي مشكله. وزي ما قلت لك في اول الفيديو، الموبايل ده نسخه 2 جيجا رام مع 32 جيجا ذاكره داخليه، وبيجي بسعر كام؟ 3000 جنيه مصري. صعب تجيب موبايل جديد فعلا بالفئه الاقتصاديه دلوقتي ب 3000 جنيه ابدا. طيب يا علي، انت قاعد تقول الموبايل حلو وحش حلو وحش، وانطباعك العام واضح ان هو انت مبسوط بالموبايل. مبسوط ليه؟ مبسوط لان مفيش منافسين في الفئه السعريه دي، ومبسوط لان هقول لك تقارنه بمين. وعاوز انوه على نقطه، ما تجيش تقارن لي موبايلات زي دي بموبايل زي ده. انا لو ما بقتش عادل في المقارنه وفي الريفيو ان انا ادي الموبايل حقه واقول العيوب اللي فيه، ساعتها هبقى ظالم للموبايل. يعني مثلا ما اقدرش اقارن الموبايل ده اقول لك ده مثلا الشاشه مش احسن حاجه اصلها مش زي دي، ما دي اموليد، ده مثلا 12 تي برو، هنيجي للريفيو بتاعته قريب بعد ايام. فبشكل عام انا بتكلم على الفئه السعريه دي ومنافسينه واللي المفروض يجي بيه، فهو مش مؤثر في حاجه. انا شايف التجربه متكامله، بالذات لما تعرف ينفع لمين. الموبايل ده ينفع لمين بقى؟ الموبايل ده يا معلم لاي حد عاوز موبايل يقدم اداء بيزك جدا، يشغل بشكل عام سوشيال ميديا في الحدود، يعني واتساب، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، شكرا زي الفل. ممكن يشغل اكتر من كده، بس انا بتكلم عشان تاخد تجربه مستقره. لعبه لعبتين خفاف، اتمنى ما يكونش بابجي والحاجات دي برضو، مع انها جربتها لك عليه عشان اوريك التجربه بشكل عام، سواء عجبتك او ما عجبتكش قلت اوريك. ولكن لا، اتمنى تلعب عليه لعب اخف برضو بشكل عام، او ما تلعبش عليه حتى خالص، عشان ما يبقاش هدفه ان هو موبايل يتعب او يتملي مع الوقت، رغم ان هو بيدعم الميموري. لكن ده بينفع مين؟ ينفع الواحد زي ما قلت لك عاوز الاستخدامات دي ومكالمات كمان في نفس الوقت، وبطاريه تقعد معاك اليوم لاخره. فده ينفع كمان ناس كتيره في شغل، ناس كتيره كبيره، اب وناس كتيره صغيره كمان لو مش همهم الجيمنج، بالذات لو بنات، او شخص حتى عادي ما معهوش بادجت ان هو يجيب موبايل غالي، فممكن يجيب الموبايل ده يمشي بيه حاله كويس جدا ومحترم. بس يا معلم دي كانت كل حاجه عن الريدمي اي 1 بلس. حبيت اشرح لك كل حاجه بالتفصيل، وقعدت كتير قوي في الريفيو دي عشان اغطي كل حاجه بالتفصيل عشان توصل لك الصوره كامله. اتمنى تكون عجبتك الريفيو، وقول لي رايك في التصوير بتاع الفيديو ده تحت في الكومنتات، ورايك في الموبايل بشكل عام. هل فعلا عاوزين نشوف موبايلات من كل الشركات في الفتره الجايه في الفئه السعريه الاقتصاديه قوي دي بعد غلاء الدولار والكلام ده كله، ولا بقى صعب الشركات تعرف تنافس الفئه السعريه دي؟ بس كده، دي كل حاجه. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله قريب. سلام.